Hello everyone. Hello. How are you doing today? So, I hope you're doing great. So if you can hear me, please just tell me. Just write a comment, please. Hello there. Can you hear me well? Hello. Hi شذا. شذا سمعاني كويس؟ الناس اللي معايا سامعين الصوت كويس؟ Hi سهام. سهام tell me, can you hear me well سهام؟ ما هذا الأمر. Thanks سهام. Yeah, so سهام, can you hear me dear? الناس عايزة تحتفل. تمام. والله انا استنيت شوية بس لحد ما الماتش خلص. طبعا انا مش بتابع كورة ولا اي حاجة في اي حاجة، بس انا عارفة ان في ماتش الاهلي والاهلي كسب ومبروك يا جماعة. بس يعني اوكي تمام. طيب الناس بتظهر اهيت، الناس بتدخل معانا اللايف. ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني طبعا من اول امبارح تقريبا، كنت عامله لايف او يعني يومين ثلاثه كده. الفتره دي عملت كتير لايف. دي حاجه غريبه يعني، بس كنت حابه ان انا اطلع اتكلم النهارده طبعا بمناسبه امبارح بقى موضوع الدولار وكده والحوار اللي الناس كانت بتتكلم فيه. فطبعا مش هينفع ان احنا ايه يعني نأخر الكلام عن الموضوع ده. الصوت واضح جدا. تمام ماشي تمام. مبروك للاهلاويه وكل حاجه. تمام. طبعا مش في الكوره ولا اي حاجه، بس مبروك يعني. انا اصلا اجلته من 8 ل 9 علشان بس الناس تكون خلصت الماتش، وعشان في ناس طلبت كده يعني. اوكي طيب. حد عارف ان احنا النهارده بنتكلم عن ايه؟ لو حد عارف يكتب كومنت. حد عارف ايه موضوع اللايف النهارده؟ مساء الانوار. ازيك يا اميره؟ ازيكم كلكم؟ ياسمينات. فريلانس يا طيب. يبقى احنا النهارده جاي نتكلم عن موضوع الفريلانس. طبعا بعد الموضوع بتاع امبارح اللي هو لما الدولار بقى رفع وتعويم الجنيه والجنيه بيغرق وكده، ف طبعا بقى في اميره الفريلانسر يعني. في ناس كتير بقى طبعا اسماء عن حاجه تجيب فلوس بالعمله الصعبه. how to work as a freelancer. اوكي طيب. اعتقد كل اللي معانا هنا يعني مصريين او عرب، فاحنا نقدر نتكلم بالعربي. تمام. لو في حد عاوز يدخل برضو اللايف معايا ويشارك اراءه، لو هو عنده experience في موضوع الفريلانس، ممكن شويه كده يعني يدخل معايا في اللايف لو حد حابب يعني. اوكي طيب. تاني كنا طبعا بالنسبه اللي حصل امبارح بعد موضوع تعويم الجنيه وموضوع الدولار بقى الجنيه الدولار بقى بكام تقريبا 23 و15. دي اخر حاجه شفتها. فطبعا هي نقله كبيره وبتمس اي حد شغله مش بالدولار. يعني لو انت شغلك بالدولار فانت بالتالي ما عندكش مشاكل. يعني ايه مشاكلك؟ تمام، الدنيا تمام، مش فارق معاك حاجه. لكن لو انت حد بتقبض بالمصري فبالتالي انت عندك مشاكل. فاللي جايين نتكلم فيه النهارده ان طبعا يعني ما بحبش جو طبعا يعني النهارده احنا نعتبر ان هي دردشه كده ديسكشن. بحب اتكلم دايما بعفويه مع الناس. ما بحبش ان احنا لما بيحصل حاجه نقعد بقى نعيط ونولول وهنعمل ايه والدولار ومش عارف ايه. لا، بحب دايما نفكر في الحلول. ايه هي حلول الازمه؟ لان انت زعلك وعياطك وخوفك مش هيغير اي حاجه. مفيش حاجه هتتغير. الدوله مش هتغير اللي حصل، الاقتصاد مش هيتغير، كل حاجه هتمشي زي ما هي ماشيه. فايه اللي المفروض انت تعمله؟ المفروض ان انت to learn how to survive. انا بقى دلوقتي في مشكله او في ازمه، مش عليك انت لوحدك، على كل الناس. طب انا هعمل ايه؟ انا لازم اشوف حل. تمام. طيب طبعا قبل اي حاجه، قبل ما نتكلم في حل او مش حل، احنا طبعا عارفين ولكن بنأكد تاني ان طبعا الرزق بيد ربنا.
تمام. اللي ربنا كاتب له حاجه بيشوفها بغض النظر بقى في ازمه، في دولار زاد، في دولار قل، وتابر اللي بيحصل، كل واحد ربنا بيبعت له رزقه، ومهما حصل رزقنا عند ربنا، دي حاجه اكيده. ولكن احنا جايين نتكلم ان ايه الحلول اللي احنا ممكن نشوفها، لان احنا طبعا مطالبين بالسعي، ما ينفعش ان احنا نتواكل، احنا بنتوكل على ربنا بس مش تواكل، انا لازم اسعى ولازم افكر ولازم اشوف حلول تانية. لان الوضع دلوقتي اللي حاصل في مصر ان انت لو انت شغال بتقبض بالمصري، شغال في مصر وبتقبض بالمصري، فبالتالي انت في خطر، لان دلوقتي الدولار ممكن متوقع ان هو يوصل مثلا ل 25 جنيه. فانا هعمل ايه؟ في حاجه من اتنين. الحاجه الاولانيه طبعا ان انت تشتغل شغل مينلي تكون بتقبض بالدولار، تمام، مينلي. والحاجه الثانيه ان انت طبعا لو انت اصلا شغال في شغلانه، فاحنا اكيد مش هنيجي نقول لك سيب الشغلانه اللي انت فيها وتعالى بقى نشتغل فريلانس. لا، هو دلوقتي فعلا الوضع اللي احنا فيه دوت، ولو سمعتوا اي حد في مجال الاقتصاد هيقول لك لو انت في بلد خليك فيها، ولو انت في شغل خليك فيه، وما تغيرش البلانز بتاعتك ابدا. مش مطالب دلوقتي ابدا انت تقعد بقى ايه تغير خططك، ولو انت في شغلانه تسيبها، انت ما تعرفش ايه اللي هيحصل بكره، ما تعملش اي حاجه زي ما انت شغال، تمام. انا في شغلانتي بس انا ممكن بقى عايز ازود الدخل بتاعي، فانا بالتالي عاوز يبقى عندي سايد هاسل يعني شغل جانبي بدخل منه فلوس جنب وظيفتي. ولو انا اصلا ما عنديش وظيفه او مش لاقي وظيفه، ممكن الفريلانس يكون هو وظيفتي الاساسيه، وفي ناس كتير بتعمل كده. وعايزه اقول لكم ان انا جربت موضوع الفريلانس ده قبل كده، وبرده دخلته بالذات، يعني كنت شغاله فيه عموما، لكن جيت في فتره كده ركزت فيه في فتره ايه بقى، برده ازمه اللي هي كانت ازمه الكورونا، لما ما كانش فيه شغل فيس تو فيس كتير شغال، فبدات ان انا اتجه بشكل اكبر للفريلانس، لان كانت هي دي الحاجه المتاحه. برده كان في ازمه كبيره، فلازم برده الواحد يفكر في حلول، ما ينفعش نقعد نعيط ونشوف انا اعمل ايه. طبعا في وقتها في اماكن استغنت عن ناس كتير وفي مشاكل كتير حصلت، لكن انت لما يكون في مشكله ما ينفعش انت تقعد تعيط اعمل ايه والكلام ده كله، لازم تشوف الحل. فانا النهارده جايه بفتح لك باب جديد وبقول لك في حلول تانية يمكن تكون عارفها، فانا يعني بزود لك معلوماتك او نتناقش مع بعض فيها، ويمكن ما تكونش تعرفها، لان في ناس لما كتبت البوست ان انا عايزه اتكلم عن الموضوع ده، في ناس اصلا ما كانوش عارفين اي حاجه عن موضوع الفريلانس وعاوزين يفهموا عنه اكتر. فهنعتبر ان اللايف دوت للنوفيس فريلانسرز، الناس اللي لسه في البدايه ما عندهمش خبره، ولو انت عندك خبره يمكن تستفيد حاجه. طيب خلينا الاول كده اسال سؤال، في حد هنا اشتغل على موقع من مواقع الفريلانس قبل كده؟ في اي حد اشتغل على اي موقع من مواقع الفريلانس؟ لايف جامد ما شاء الله. اوكي، طب انا بس عايزه اقول ان ده مش اول مره اتكلم فيها في موضوع الفريلانس. انا عملت سيشن قبل كده من حوالي معرفش يمكن 4 شهور او حاجه زي كده، كانت على زوم، اللي هي كان اسمها How to build your personal brand. لو في حد حضرها كده يقول لي، حد حضر السيشن دي معايا؟ How to build your personal brand. Thanks everyone. Thanks حسني and everyone. حد حضر السيشن دي؟ طيب عموما السيشن دي برضو هي ان شاء الله عندي على اللاب، يعني هرفعها على اليوتيوب شانل علشان تكون متاحه، لان فعلا السيشن دي قلت فيها حاجات كتيره ممكن تكون مفيده لاي حد. اتكلمت فيها عن الويب سايتس الخاصه بالفريلانس، وبرضو اتكلمت عن ازاي انا ابتدي البيرسونال براند بتاعي. طيب خلينا كده نتكلم ان لو انت عاوز تعمل براند لنفسك او عاوز تشتغل كفريلانسر، عايز اشتغل كفريلانسر، ده ممكن يكون حاجه من اتنين. انا ممكن اكون شخص شغال في وظيفه وعاوز يكون عندي سايد هاسل، وظيفه جانبيه جنبها، انا عندي وقت فاضي بدل ما اقعد اضيعه على الفيسبوك والانستا وات ايفر بقى البلاتفورم، لا انا عاوز ان انا يبقى عندي دخل اضافي. تمام، دعاء واضح ان انت حضرتيها معايا. اوكي، دي حاجه. والحاجه الثانيه في شخصيات انا منهم، تمام انا من الشخصيات دي اللي يمكن ظروف حياتهم مش بتخليهم ان هم قادرين ان هم يشتغلوا في وظيفه، او ما بيحبوش اصلا الوظيفه. انا بحب ان انا اكون حره، تمام. وفي ناس كتير بالطريقه دي، مش كل الناس بيحبوا ان هم يكونوا شغالين في وظيفه، في ناس بيحبوا ان هم يبقوا براحتهم ويبقى يعني اشتغل بقى بكرياتيفيتي وبافكاري وبدماغي، محدش بيقول لي اعمل ايه او ما اعملش ايه.
ده موجود وده موجود، يا اما انت شغلك كله فريلانس وعاوز تكون فريلانسر، يا اما الفريلانس ده حاجه جنب شغلك، فده موجود وده موجود. بس زي ما قلت لو انت في وظيفه اكيد مش هتسيبها دلوقتي، زود دخلك جنبها. انا عايزه ابقى مش مقيده بوقت واداره. طيب اميره، يعني خلينا برضو نقول يعني الكلام ده لسه نتناقش فيه برضو في الاخر، ان عشان تبقى فريلانسر ما ينفعش ان انت تخاطر مره واحده، تمام؟ خاصه انت لو في وظيفه ما تخاطرش مره واحده، لازم تاخدها ستيب باي ستيب وتحسب كل حاجه، ولازم طبعا تكون ريسك تيكر. مش اي حد ممكن يكون فريلانسر، لان ده محتاج مهارات كتير، لان انت اللي مشغل نفسك، انت مدير نفسك، فلازم تكون في حاجات كتيره بتعرف تعملها عشان تقدر تسرفايف، وفعلا البيزنس بتاعك يكون ناجح، سواء هو كبير سواء هو صغير، بس المهم ان انت تكون ناجح وقادر ان انت تدخل منه دخل وقادر ان انت تعيش يعني. طيب نرجع تاني لموضوع الفريلانس. انا لو عايز اشتغل فريلانسر ليك طريقين، انا جربت ده وجربت ده، ده ليه مميزات وده ليه عيوب، وده ليه مميزات وده ليه عيوب. طيب ايه هما الطريقين؟ الطريق الاولاني ان انت تشتغل على مواقع تمام، مواقع زي الموقع اللي انا قلته مثلا ثانكس هاله انت الاحلى والله. موقع مثلا من المواقع اللي انا قلتها موقع خمسات، وموقع خمسات ده من المواقع اللي انا بحبها جدا وهنتكلم عنه دلوقتي. تمام، اول حاجه اشتغل مع موقع او بشتغل مثلا مع شركه، سواء شركات اوت سورس او سواء شركه من بره مصر وانا شغال معاها دايركت، فبالتالي شغلي بيكون بالدولار. او ان انا بقى اعمل البراند بتاعي لوحدي، وانا عن نفسي جربت ده وجربت ده، فجاي اتناقش معاكم في ده وفي ده وايه الاحسن، وانت ممكن تعمل اللي انت عايزه، تختار حاجه منهم او تعمل الاثنين، اتس فاين يعني. اول حاجه لو انت عاوز تشتغل على ويب سايت، في عندك ويب سايتس مختلفه. طيب انا طبعا انا مش على زوم يعني، انا هحط لكم اللينكات كلها، بس انا هقلب بس الكاميرا كده واوريكم الويب سايتس كده. معلش انا ما فتحتش زوم عشان اعمل اللايف عليه. ده مثلا موقع خمسات اهو، اسمه خمسات.com. اوكي، مثلا انا عندي اكاونت على الموقع ده، يعني انت لو كتبت على جوجل مثلا خمسات نورهان السويركي هتلاقيه على طول. لا بس ده الاكونت الجديد، المفروض ان في واحد تاني قديم، انا كان عندي واحد تاني شغال عليه. just a second. اوكي، خمسات نورهان مثلا، خمسات نورهان السويركي على طول موجوده، اول واحده ما شاء الله عليها، مشهوره جدا. اوكي نورهان السويركي، طبعا دي صوره قديمه. اخر مره دخلت على الاكونت ده كان من سنتين تقريبا، كنت اشتغلت عليه فتره الكورونا كده، اشتغلت شويه وبعد كده بقى اتجهت للانجلش تيتشنج وكده. مساء الفل يا فاتن، منوره. فالاكونت بيكون بالشكل ده، بائع نشيط، لان انا عملت بعض الخدمات على السايت. بتكتب هنا طبعا في الملف الشخصي، بتكتب نبذه عنك، تقول انت مين. طبعا الموقع ده عايزين نقول ان هو بالعربي، تمام، فدي حاجه كويسه جدا. ارجع تاني، هسيب لكم لينك الموقع عشان تدخلوا عليه. دي حاجه بتكون كويسه جدا للناس اللي هي هتقول لك طب انا لو عايزه اشتغل فريلانسر انا محتاج الانجليش بتاعي يتظبط، وانا اصلا الانجليش بتاعي مش كويس وبلا بلا بلا كل الكلام ده. طيب الموقع ده اصلا بالعربي، هو اصلا الموقع ده معمول للعرب، كل اللي عليه عرب، مفيش اجانب، سواء هم في الوطن العربي او عرب عايشين بره يعني الوطن العربي بس عرب، فبالتالي مفيش مشكله للغه، تمام. ده موقع اسمه خمسات. في موقع تاني برضو اسمه مستقل، ومستقل وخمسات برضو مرتبطين ببعض. يعني انت لما بتعمل موقع على خمسات او على حاسوب بيبقى اوريدي خلاص انت عندك خمسات وعندك مستقل وكل الويب سايتس بتاعتهم. طيب خلينا نكلمك شويه عن الموقع ده، لان الموقع ده انا بحبه. انا اشتغلت على كذا ويب سايت، بس الموقع ده من الحاجات اللي انا شايفاها سهله للناس. شكرا يا اميره. شايفاها سهله للناس اللي لسه بتبتدي، تمام. ليه؟ اول حاجه انت بتتكلم بالعربي، تمام، فاحنا كعرب فاهمين بعض، فالدنيا ما فيهاش اي صعوبه في اللغه او ان انت تفهم رياكشنز اللي قدامك ولا اي حاجه، غير انت تتكلم بالانجلش مع اي حد من دوله مختلفه، ففي بعض الصعوبه لو انت حد الانجلش بتاعك مش جامد. دي حاجه. الحاجه الثانيه ان انت بتقدر تشتغل في شغلانات مختلفه. يعني برضو خلينا اكلمكم عن لو انت عايز تعمل سايد هاسل، مش لازم يعني دايما بلاقي كده في بعض الناس اللي هو ايه، انا عايز اكون انجلش تيتشر بس. ده شيء حلو وجميل،
ولكن انا دايما بعتقد ان انت عشان توصل للحاجه اللي انت عايزها لازم ممكن يعني في الطريق تعمل بعض الحاجات التانية. ايه المشكله طالما هتجيب لك فلوس وبعد كده الفلوس دي هتوصلني لهدفي؟ يعني انا مثلا لو انجلش تيتشر وعاوز اعمل بروفيشنال ديفلوبمنت وعاوز اخد سلتا او تافل او دلتا او طبعا في مدرسين كتير هيقول لك طب انا اعمل الكلام ده ازاي؟ انا شغال في مدرسه باخد 900 جنيه 1600 جنيه مش عارف ايه. طب يا اختي هنعمل ايه؟ هنعمل ايه؟ فيعني اكيد ما تقدرش تعتمد على مرتب ده ان انت هتعمل بيه بروفيشنال ديفلوبمنت وهتاخد بيه الكورسات اللي بتتاخد بالافات. ده شيء مش منطقي صح؟ فبالتالي لازم يكون عندي سايد هاسل. فمفيش مشكله ان السايد هاسل دوت منوره يا مروه، مفيش مشكله ان السايد هاسل دوت ما يكونش تيتشنج، يعني تمام بتدي كورسات بتدي دروس او لكن في حاجات تانية ممكن بصراحه بتاخد 950 جنيه. شفتي يا اميره انا قلت صح اهو 950 جنيه مرتب. فبالتالي انت هتعيش يعني لو انت قادر تكفي نفسك بيهم فاتس فاين، بس هتقدر انت تعمل بيهم بروفيشنال ديفلوبمنت ده شيء يعني مستحيل اكيد. فالمفروض ان انا اعمل ايه؟ اشوف دخل تاني، دخل اضافي. طيب ممكن اشوف دخل اضافي على موقع من مواقع الفريلانس زي خمسات مثلا. طيب هل على خمسات لازم اكون انجلش تيتشر؟ هو مش شرط تلاقيهم طالبين انجلش تيتشر، لان خمسات بيكون مطلوب عليه حاجات مختلفه. انا مثلا من الحاجات اللي اشتغلتها على المواقع طبعا حاجات يعني بتتمحور حوالين المجال بتاعي اللي هو ترجمه او كتابه سواء بالعربي او بالانجلش. بحب اكتب بالعربي وبالانجلش. ترجمه طبعا انا اصلا ده تخصصي. ايه تاني؟ احيانا كنت بالف اغاني لان بس اناشيد دينيه يعني، لان برضو بحب التاليف. برضو دي حاجه من بعض الحاجات اللي عملتها على خمسات. والتدريس بقى، التدريس برضو اتطلب مني قبل كده على خمسات وعلى مستقل وعلى ابورك. فممكن تشتغل في كذا حاجه مختلفه برضو ريليتد لنفس مجالك، مش لازم احدد نفسي في حاجه معينه، لان كده في البدايه هتكون عدد الخدمات اللي عندك قليله قوي لان انت شغاله حته معينه. لو وسعت الدايره شويه وبدات تاخد مثلا اوكي مفيش مشكله ترجمه او كتابه او تدريس او كذا او كذا في البدايه لحد ما يبقى عندك عملاء وبقى عندك فيدباك كذا فيدباك من كذا حد على الاكونت بتاعك، وبعد كده ابتدي تتخصص في حته معينه. وفي نفس الوقت مفيش مشكله ان انا اعمل حاجه هي برضو ريليتد لنفس مجالي وفي نفس الوقت بتجيب فلوس. يعني ايه المشكله؟ فلوس حلال، اهم حاجه حلال قبل اي حاجه. مش حاجه صعبه، انت قاعد في بيتك معاك لابك ومعاك الانترنت بتاعك وقاعد الدنيا تمام. واقل شغلانه هتعملها على الموقع ده مثلا على موقع زي خمسات بتكون $5 تمام. هو موقع يعني ايه خمسات؟ هو اصلا ليه اسمه خمسات؟ لان هو اقل خدمه بتتعمل $5 وبعد كده ومضاعفاتها. بسمع عماد انا مش عارفه ده في الدول العربيه، اسمع الحوار ده في الدول الاجنبيه، بس في ناس بيدخلوا يطلبوه وانت في الموقع. الناس بتلاقي مثلا حد بيطلب انا عايز كذا، حد يساعد ابني في الهوم ورك مش عارفه ايه حاجات زي كده، فانت بتتابعي وبتشوفي ممكن تلاقي حاجات زي كده، وانا شفت حاجات زي كده يعني. تمام. فنرجع تاني. هي حاجه مش صعبه، حاجه مش محتاجه مني وقت ابقى مكرساها كده طول النهار كده وقت ديديكيتد ان انا بعمل الحاجه دي وبس. لا، انت ممكن تكون في اي مكان وفي اي وقت وبتعمل الحاجه دي. وزي ما قلت ان اقل شغلانه بتكون $5. $5 طبعا زمان كانوا حاجه مش كتيره، لكن احنا دلوقتي بقى حاجه كتيره. $5 طبعا الموقع بياخد منهم $، لان دي عموله الموقع، ان الموقع بياخد $، وانت هتاخد $4. فانت بقى احسب $4 النهارده بقوا كام؟ يعني بقوا احنا واصلين لل100 جنيه يا جماعه. يعني زمان ما كانوش حاجه، دلوقتي هم بقوا حاجات. ودي اقل حاجه $5. وممكن الحاجه تكون ب5 125. انا بكلمك ان هي الموقع خد $1 بتاعه دي عمولته وانت هتاخد 4. ف4 دلوقتي هي داخلين على 100 جنيه هم، يعني لو $1 بقى ب25 يعني. تمام. فده مش وحش، اقل حاجه. والشغلانه بتبتدي او الخدمه بتبتدي من $5 فمضاعفاتها. يعني مثلا الخدمه $5، طب لو زودنا كذا كمان هيبقى $10، لو زودنا مش عارف كذا هيبقى $15. حسب بقى كل واحد بيعمل ايه. بيبقى اللي شغال مثلا في الجرافيك او في شغل بقى الفيديوز بقى والمونتاج والحاجات دي، في بقى اللي شغال في الترجمه، في اللي شغال في الكتابه. whatever انت بتعمل اقل حاجه بتكون $5، لو زودنا كذا يبقى كمان 5، لو زودنا كذا يبقى كمان 5 وهكذا. حسن العاصي. طب ممكن بس هتكلم في حاجه يعني، خلوني بس اتكلم في حاجه في الاخر نشوف بقى ايه اسئله الناس في المواقع المختلفه، لان انا برضو يعني عندي باك جراوند على مواقع مختلفه، وبرضو اللي حابب يضيف يا ريت يقول لنا. اميره اشرف ايه هو ال 575؟ انا مش فاهمه. طيب على ما تقولي لي. طبعا انا بكلمك عن خدمه واحده $5. طب هو انا داخل الموقع عشان اعمل خدمه واحده؟ لا اكيد لا طبعا. يعني انا داخل اعمل خدمات، انا عايز اعمل 10 و20 و30 و1000 كمان. بس خلينا نقول حاجه، ان في البدايه لو الخدمه $5 تمام،
ان في البدايه الموضوع بيكون صعب جدا. طبعا اي حاجه في بدايتها صعبه، لان انت لسه حد ما عندكش اي فيدباك على الموقع خالص، ومحدش اشترى منك خالص. وفي بعض الناس في البدايه بياخدوا لينك الخمسات بتاعتكم، خمسات او مستقل او whatever الموقع اللي انت شغال عليه، ويروحوا يشيروه مثلا على الفيسبوك. مثلا يقول لك انا شغال على موقع خمسات، لو عاوز مثلا يعني اعمل لك خدمه او كده ممكن تسجل في الموقع. فبالتالي الناس هتدخل عندك، فانت بتبتدي تسوق لنفسك مش بس على الموقع، لا كمان بتتسوق بقى في فيسبوك، في واتساب، لينكدين، تويتر مثلا، لان تويتر طبعا بيكون عليه الخلايجه بيستخدموا تويتر يعني اكتر مننا. فسوق لنفسك في اي مكان. فالبدايه هي اللي بتكون صعبه، لكن بعد كده لما بيكون عندك بقى فيدباك من كذا حد، فبالتالي الناس هتبتدي تشوف ان انت حد موثوق فيه، يقدروا يتعاملوا معاه. ده حد مثلا عمل 20 خدمه، كل ده بقى واضح على الموقع. ده حد عمل 20 خدمه، 30 خدمه، والناس كلها بتقول عنه فيدباك كويس، فاحنا نقدر نتعامل معاه. وكل ما انت بتقدم في الموقع وعندك فيدباك كويس، كل ما انت تقدر تعلي السعر بعد كده. يعني اكيد في الاول انت هتبتدي $5، ما تزودش لحد ما انت يبقى عندك عميل. يعني انا والله افتكر ان انا قبل كده كنت شغاله على موقع ابورك، شفت حركه. المفروض مثلا في شغلانه بتتعمل، مش فاكره كانت هي في مجال ايه بالظبط، مش فاكره ايه الخدمه او الشغل ده بالظبط. المهم ان الشغل ده مثلا اقل حاجه هيتعمل بيها اقل حاجه $20. ففي الولد ده لسه داخل الموقع وعاوز ياخد اي خدمه، لان اول خدمه دي هي المشكله. انت عايز بس اول خدمه تجيلك. اما عمل ايه بقى؟ عمل حركه غير متوقعه. قال انا هعمل الخدمه دي $1 فقط. انت متخيل؟ يعني انا كنت شايفه كومنتات الناس اللي بعده عمالين بيدعوا عليه، اللي هو يعني حرام عليك انت كده بتوقع سوقنا. لكن هو عمل ايه؟ هو بس عاوز ياخد خدمه، عايز ابدا، عشان لما انت تبدا وتاخد فيدباك كويس، الفيدباك بقى اللي بعده هيجي واللي بعده هيجي وهكذا. فكانت حركه يعني هي برضو حركه ذكيه، ولكن في نفس الوقت ممكن يوقع سوق الحاجه اللي هو شغال فيها دي. فهو فعلا عمل كده، عملها $1، وطبعا عمل الشغلانه، حتى مع ان الشغلانه كانت ممكن تتطلب ان هو يقعد عليها يومين 3، مفيش مشكله. لكن هو قرر ايه؟ انا عاوز بس اجيب، يعني اجر رجلي الزبون، اجيب واحد وبعد كده التاني والتالت هيجي، وبعد كده لما عندي فيدباك كتير من كذا حد، وبعد كده اقدر احط السعر اللي انا شايفه مناسب بالنسبه لي. تمام؟ ففي موضوع الفريلانس سواء على موقع او مش على موقع، دايما البدايه بتكون هي اللي صعبه. تمام؟ في برضو حاجه ممكن بتتعمل، ان طبعا معروف ان ممكن اي حد شغال على الفريلانس ان انت ما تكونش شغال لوحدك. يعني مثلا ممكن حاجه من الحاجات السهله جدا ان انت ممكن تجيب منها فلوس، سواء انت بقى متخرج سواء انت طالب. حاجه سهله قوي، تايبنج. تتعلم تايبنج وبتعرف تكتب كويس على الوورد او الاكسل او وات ايفر. دي برضه حاجه من الحاجات اللي انا اشتغلتها وكنت بشتغلها من وانا طالبه. يعني اللايف احفظوا يا اسماء حاضر. الحاجات اللي انا كنت بعملها، ولما مثلا جت ازمه الكورونا او كده عادي اشتغلتها برضه على خمسات وعلى اب وورك وحاجات زي كده. تايبنج ده حاجه سهله جدا، يعني هو حد هيبعت لك مثلا ورقه او مثلا ملزمه او كتاب او وات ايفر، وعايزك الكلام ده تكتبه على الوورد. تمام، حلو جدا، وانا سريعه في الكتابه، طب ليه لا، يلا نكتب. طيب الشغل كتير مش هعرف اعمله لوحدي، فبيبقى معروف ان في ناس بيبقوا شغالين يعني زي تيم مع بعض. اعمل الشغل مثلا وخلي زمايلك يشتغلوا معاك او ناس تانيين يشتغلوا معاك وهكذا. مش لازم انا اعمل الشغلانه لوحدي، يعني لان مثلا بيكون في الديدلاين قريب بقى ومحتاج تسلم الشغل بسرعه، فممكن تدخل ناس تانية معاك علشان تنجز برضو، يجيلك فيدباك اكتر وهكذا. طب ممكن مثلا عشان اخد فيدباك اخش من ايميل تاني مثلا اعمل فيدباك عليه، صح؟ مش بس فيدباك، الفكره مش بس في الفيدباك. الفيدباك هيجي ازاي؟ الفيدباك هيجي لما انت تكوني اتعمل لك شغلانه، فممكن تخلي حد، يعني في ناس بيعملوا الحركه دي فعلا، ان حد من زمايلك مثلا عايز منك شغلانه، طب خلاص ادخل على الاكونت بتاعي وادفع لي الفلوس على الاكونت وهعمل لك الشغلانه، ويبقى ايه، يبقى ده اول حد عمل لك الشغل يعني. تمام؟ بس بلاش تبقى من اكونتات فيك، لان الحاجات دي يا جماعه بتبقى يعني عارفين بتبقى مفقوسه. يعني خلينا نبقى الكلام الكويس، يعني حد عاوز مني شغلانه اقول له طب خلاص ادخل على الموقع. وفي نفس الوقت الموضوع بيكون حلو لو انت حد لسه في البدايه. وفي ناس بقى ايه، دايما في موضوع الفريلانس دوت انا بشوف الحوار ده، في ناس تقول لي طب انا بتكسف اطلب الفلوس من الناس. طبعا احنا عارفين يعني انت لو انت مش هتطلب الفلوس من الناس، يعني في ناس هتدفع وفي ناس هتطنش، هو ما طلبش، يعني كأن انت فاتحها سبيل يعني. فلو انت مش بتعرف تطلب من الناس الفلوس، المواقع بتكون من الحاجات الكويسه بالنسبه لك. ليه؟ لان الموقع بيبقى زي ما كان الفلوس محفوظه فيه. انا دلوقتي انا مثلا فريلانسر، ودخل لي مثلا مشتري واحد عايز خدمه، مثلا عايز مثلا اترجم صفحه مثلا او وات ايفر يعني. تمام، طيب واتفقنا على كل التفاصيل. تمام، انا هترجم الصفحه $5 وكذا وكذا وخلصها لك في يومين، واتفقنا وكل الكلام واضح وصريح. ودايما خلي بالك ان كلامك يكون واضح.
تمام حضرتك انا هسلمك الشغل في خلال يومين اللي هو يوم الاثنين الساعة مثلا مش قبل الساعة 6 او بعد الساعة 7، يعني وضح كلامك كده يبقى مكتوب. تمام علشان لو حصل اي حاجة بعد كده وهو عاوز ياسكليت للموقع يبقى انت كلامك واضح، ما تسيبش للتهيؤات وتقول ده هو انا اصل كان في دماغي ان انا مش عارف ايه. ما تقولش كان في دماغي، ما حدش بيفترض وما حدش بيتخيل، ولينا بالحقائق والاثباتات وبس. خلي دايما كلامك واضح وتعاملك على مش الرسائل اللي كانت بينك وبينه. بيكون في تاب كده ان هو لما بيشتري الخدمه بيبتدي ان هو يبعت لك رساله فانت بترد عليها. خلي الكلام على الرساله دي الكلام الاساسي اللي هو انا حضرتك هو عاوز كذا، طيب حضرتك عاوز كذا يبقى انا هعمل كذا في وقت كذا بفلوس كذا مثلا ب$5. خلي كلامك دايما واضح في اي موقع وفي اي مكان وفي اي ايميل علشان ما تتعبش نفسك بعدين. انا واضحه وصريحه ودايما بعمل ده مع اي حد. اكتب الكلام علشان ايه لما مثلا يقول لك لا ده انا ما قلتش، اقول له طب بص شوف كده الكلام ده اهو مكتوب اهو انت قلت. احسن ما يبقى الكلام في التليفونات واحسن من الكلام يبقى في اي مكان المكتوب هو اللي نقدر نرجع له. ده طبعا الشغل البروفيشنال اللي هو اي حاجه مثلا بتعملها لو انت شغال على الايميل، حاجات بقى شغل ايميلات او مع شركات وكده يقول لك كل حاجه اكتبها على الايميل صح. نفس الكلام بالظبط انت دلوقتي على الموقع خلي كل كلامك على الموقع واضح ومحدد عشان لو حصلت اي مشكله وعملنا اسكاليشن للموقع بقى نقدر نرجع للكلام. ما تقولش لا ده انا كان قصدي او انا كان المفروض بقى ان هو يفهم. هو مش المفروض يفهم حاجه، هو المفروض يفهم اللي شايفه قدامه بس. تمام بقى يعني بلاش شغل البنات اللي هو بقى ما هو لو مهتم كان عرف، محدش بيهتم ومحدش بيعرف حاجه. اكتبي او اكتب الكلام اللي انت جواك اكتبه، ما تتخيلش ان اللي قدامك فهمه. احنا ما نعرفش اللي قدامنا ولا انت شايف صورته ولا انت يمكن تكون عارف اصلا هو منين، هو شخص ما. تمام دي حاجه. طيب برضو حاجه من الحاجات مش عارفه مين بيضحك يعني بس فاين. برضو حاجه من الحاجات التانية انا اشتغلت برضو على مواقع تانية اجنبيه زي مثلا موقع فريلانسر، موقع ابورك، ودول اشتغلت برضو عليهم حاجات تانية مختلفه مش بس كتابه ومش بس ترجمه. اشتغلت كتابه واشتغلت ترجمه واشتغلت تدريس واشتغلت برضو طبعا الحاجات اللي بتتكلم عن مجالي، كل واحد بيشوف مجاله يعني. اشتغلت برضو موضوع الترانسكريبشن ان انت مثلا يجي لك مثلا طيب هتكلم في الموضوع ده بس استني بس شويه. اسكاليشن ده يعني لو انت في مشكله هو مش عاوز يدفع او انت مثلا ما سلمتوش الشغل في ميعاده فبالتالي هو يرجع بقى للموقع يقول لهم ده حصل كذا كذا. علشان كده كنت بقول ان المواقع بتكون كويسه للناس اللي لسه في البدايه او الناس اللي ما بيعرفوش يشتغلوا لوحدهم، يبقى عندهم مثلا البراند بتاعهم من غير مواقع، ما بيعرفوش يعملوا ده. المواقع بتحفظ لك حقك وحق العميل. ليه؟ علشان انت دلوقتي مش هتعمل شغل والراجل خده ومش ما ادكش الفلوس، لا ده ما بيحصلش. اللي بيحصل ايه دلوقتي احنا اتفقنا انا هعمل شغلانه تمام، فالعميل او المشتري دوت بيبتدي ان هو يحط الفلوس $5 بيدخلهم على الموقع موجودين. بمجرد ان انت تخلص الشغل وهو هيوافق عليه هيعمل لك ريليس للفلوس، فالفلوس هتدخل حسابك. فبالتالي الفلوس بتبقى في النص وقت ما انت لسه شغال على الخدمه بتاعته. الفلوس في النص، الفلوس على الموقع ولا هي معاك ولا هي معاه. تمام كده؟ فبالتالي ده الموضوع بيحفظ الحقوق. واوعى تبدا شغل من قبل ما يحط الفلوس، اوعى. تمام يعني ما عارف اللي هو القانون لا يحمل المغفلين يعني، لا هو يحط الفلوس انت اتاكدت تمام. طيب الفلوس دلوقتي موجوده في الموقع، مجرد بقى انا خلصت الخدمه بتاعتي وهو موافق عليها وهي عاجباه، وخلي كلامك واضح حضرتك عجبك الشغل برضو خليك دايما اللي هو ايه طب في حاجه تانية حابب تعدلها، طب في كذا. دايما خلي عندك رضا العميل هو الاهم، بالذات على المواقع دي الموضوع صعب لانه ممكن عميل مثلا مش عاجبه الكلام خلاص انا مش عاجبني وهدخل اعمل فيدباك يعني نيجاتيف وهبوظ لك كل اللي انت عمال بتعمله ده. خليك دايما ذكي واشتغل دايما على الساتسفاكشن، ان العميل بتاعي عايزه يكون راضي، مش بس عشان يكون راضي يعني هو عشان ايه word of mouth. هو خلص شغل هيروح يجيب لك واحد زميله والناس اللي داخلين على الموقع هيشوفوا الفيدباك بتاعه ان هو كويس وان انت راجل كويس فهيجولك وهكذا. تمام برضو حاجه تانية من الحاجات الحلوه ان احنا نعملها لما بيجي مثلا حد بيطلب خدمه. احنا مثلا لو انا على خمسات مثلا يعني بدخل في حاجه اسمها مجتمع خمسات، ففي مجتمع خمسات بتلاقي الخدمات اللي هي الغير موجوده. الناس بتيجي تدخل مثلا تقول لك انا عاوز واحد يترجم لي صفحه تمام، فلما تكتب مثلا كلام عايز تقول له حضرتك انا اقدر اعمل لك الشغل ده، حاول تكتب مسج كده او بروبوزل محترم. يعني انا دايما كنت بحب ان انا اتفنن في البروبوزل بتاعتي وابقى كاتبه حاجه معينه وعاملاها زي تمبلت كده اخدها كوبي بيست على طول عشان ابقى من اوائل الناس اللي ايه
اللي بعته لما الشخص نزل الخدمه بتاعته انه عاوز حد يعمله الشغلانه دي. خليك دايما ذكي، ما تقوليش مثلا انا اعرف، انا مترجم، طب ايوه وبعدين يعني ايه الميزه اللي عندك بقى؟ فكنت دايما بحب ان انا مع اني كنت لسه في البدايه، بس الحمد لله جالي يعني كذا شغلانه، علشان دايما كنت بشوف ان طريقه كتابتي للكلام مختلفه عن الناس التانية. واحد ممكن يقول لك موجود، متوفر، انا استطيع مش عارف ايه. برضو الموقع ده يعني في الغالب ممكن تتكلم عليه باللغه العربيه، لان انت بتبقى مثلا من دول مختلفه، زي مثلا حد من الجزائر او المغرب، فانت ايه اللغه المشتركه اللي نقدر نتكلمها؟ الفصحى، يعني بتبقى اسهل بكتير. ف بقول ايه، انا بحس ان انا ساعات بهنج يعني. فبالتالي لما تيجي تكتب البروبوزل بتاعك او المسج بتاعتك، انا بعرف اعمل كذا، خليك ذكي. تقول مثلا ايوه انا اشتغلت على حاجات زي كده، مثلا على مشروع زي المشروع دوت قبل كده، او انا مثلا مترجمه بقالي 5 سنين وبشتغل على النوع مثلا الترجمه دوت، اللي هو مثلا ساي ان هو ترجمه قانونيه مثلا، وعملت مثلا اكتر من 20 خدمه، هتلاقيها على الموقع بتاعي، وتقدر تدخل على اللينك دوت وتشوف البورتفوليو بتاعي. البورتفوليو بتاعك بقى بيكون في ايه؟ بعض الخدمات اللي انت عملتها قبل كده. لو انت لسه اول مره، فانت بتبقى عامل بقى شويه حاجات كده سامبلز، علشان الشخص لو انت لسه اول مره تدخل على الموقع، اكيد انت كنت شغال في حاجه قبل كده، او اكيد انت مترجم حاجه قبل كده، او حتى اقعد ترجم حاجه مخصوص وحطها علشان يشوف طريقتك ولغتك واسلوبك عامل ازاي. ما هو مش هيدخل كده يديك الشغل وهو اصلا ما يعرفش انت مين ولا شغلك عامل ازاي. ويا سلام كمان لو عامل لنفسك فيديو تتكلم عن نفسك، او رافع عليه شغلك بقى، يعني كل واحد بيبدع في الحته دي، تمام؟ او عندك يوتيوب شانل او وات ايفر يعني. دي حاجه. الحاجه الثانيه برضو من الحاجات الذكيه، انا نفسي مثلا احيانا لما بحتاج حد يشتغل معايا فريلانسر، بدخل على الخمسات بصراحه، يعني ما بوجعش دماغي كتير. خمسات بلاقي عليه اللي انا عايزاه، وبوقت سريع، ممكن حاجه تخلص لي في نفس اليوم، بتكلفه كمان مش كبيره. طبعا زمان كانت اقل لان الدولار عمال يعلى، فالموضوع بيعلى علينا كمشترين، لكن كبائع او فريلانسر الموضوع بالنسبه لك هيكون كويس. من الحاجات الحلوه اللي هو ايه، انا مثلا دلوقتي عاوزه من حد خدمه، فادخل لفريلانسر. كنت عايزه من حد حاجه، فطبعا ايه، ولد كان ذكي جدا حقيقي يعني، قال لي ايه، ما قاليش مثلا ايوه انا اعرف اعمل الشغلانه دي وبس، قال لي انا اعرف اعملها وهديكي سامبل. كنت عايزه يعمل لي شغل كده على فيديو، الفيديو كان 5 دقايق، قال لي هعمل لك سامبل على نص دقيقه، لو عجبتك تشتري الخدمه. قلت له تمام. خد الفيديو، بعت لي نص دقيقه، عجبتني، طيب تمام. يبقى بالتالي افهم الكلام ده ايه، ان انا محتاج ادي للعميل سامبل مجانيه لو العميل مش متاكد ان انا فعلا هعرف اعمل الحاجه دي ولا لا. ممكن مثلا الفيديو ده كان عندي فيه مشكله، ما حدش عارف يعمل فيه اي حاجه، قلت له انت متاكد؟ قال لي عشان اكد لك هديكي سامبل مجاني، مفيش اي حاجه، تمام؟ السامبل عجبني، طيب تمام، اشتريت الخدمه، الولد كمل بقيه الفيديو كله بنفس الطريقه، تمام؟ فموضوع السامبل ده بيكون مهم علشان العميل يقتنع ان انت فعلا قادر تعمل ده، مش بتقولي اي كلام وخلاص. ما هو كل الناس تقول انا شاطر وانا بعرف، ممكن يكونوا بيقولوا اي كلام، تمام؟ فدايما خليك حد بروفيشنال. طيب ايه مواقع تانية اشتغلت عليها قبل كده؟ اشتغلت برضو على موقع فريلانسر، وقلت ممكن تلاقي عليه حاجات مختلفة زي مثلا موضوع الترانسكريبشن. اشتغلت كمان على موقع Upwork، وده الموقع طبعا ممكن بتلاقي عليها اجانب او عرب عادي، مفيش مشكلة يعني. بس دايما لما بتكون على المواقع ديت حاول انت تخلي بالك من الحاجات اللي انت تشتغل عليها. زي مثلا لو انت بتشتغل في الترجمة، خلي بالك انت مش هتشتغل مثلا على حاجات، احنا طبعا بنتكلم احنا كمسلمين يعني، تشتغلش على حاجات بورنو او مثلا فيها الكحول، او انا طبعا بشتغلش مع حد مثلا من بعض الدول المعينه يعني، تمام؟ دهب اللايف بيقطع مع كله اللي معانا بس. طيب لو حد اللايف بيقطع معاه يقول، حد تاني اللايف بيقطع معاه؟ يا جماعه لو اللايف بيقطع عرفوني بس بليز. هاي اللايف بيقطع ولا تمام؟ نسأل مين طيب معايا برضو؟ مش عارف اعمل ايه. طب انقل على الباقة مثلا، لا تمام. طيب يا مان طيب نكمل، لو في حاجة برضو قولولي، تمام؟ طيب ده نوري كمان.
تمام. فزي ما قلت احنا قلنا اول حاجه طبعا الرزق بتاع ربنا، واحنا بنعمل اللي علينا، بس برضه لما نعمل اللي علينا خلينا ماشيين على الطريق الصحيح. يعني اللي هو ايه، شوف نوع الشغل اللي جاي لك، وشوف انت هتشتغل مع مين، وشوف انت هتعمل ايه. والاهم بقى من كل ده، دي حاجه برضه قلتها قبل كده، ان لما تكون مثلا شغال مع ويب سايت بلاش تخرج بره الويب سايت. دي حاجه بتحصل على طول. حد يجي يقول لك طيب انا دلوقتي مثلا كمشتري، يعني عميل هيجي يقول لك طب انا دلوقتي عشان اشتري منك الخدمه اللي ب$5 بدفع $7. ليه؟ لان الموقع بياخد من المشتري بياخد منه $2. تمام. والبائع اللي هو مثلا فريلانسر بياخد مني $1. طب ما هو طبيعي، ما هو يعني واحد فاتح بيزنس علشان ايه؟ عشان يكسب. هو مش عامله لله والوطن، ده بالمنطق. يعني لو انا الويب سايت ده بتاعي، ما انا اكيد هعمل كده. وما انا عامله ليه اصلا؟ انا عامله عشان اشتغل. ففي حد تاني بقى عميل هيجي يقول لك طب بص احنا نخرج بقى بره الموقع. وطبعا الموضوع مش صعب، يعني عادي ممكن مثلا عن طريق بقى الايميل، هو بعت لك ايميل، انت بعت له ايميل، او فيسبوك او لينكد ان، مع ان الموقع بيقول لك ان التعامل بيكون جوه الموقع بس. تمام. فيعني انا بكلمك من الناحيه الدينيه اللي انا سالت فيها دار الافتاء قبل كده، ان ما تخرجش عن الويب سايت. ونفس الكلام ده بينطبق على الناس مثلا اللي بيكونوا شغالين في اكاديمي. انت مثلا شغال في اكاديمي اونلاين او اوفلاين، ومثلا هتجيلك مثلا بيرنت هتقول لك ايه، طب ايه رايك بقى يا مس ان احنا نشتغل بره الاكاديمي، وهتظبطك في الفلوس. يعني انت بالتالي تاخدي مثلا فلوس اكتر، وهي في نفس الوقت وفرت، هي نفس الفكره. فبرضو الكلام بينطبق على نفس الموضوع، ان اللي هو ايه، العقد شريعه المتعاقدين. انا دلوقتي دخلت الويب سايت دوت وتعاقدت وعارف شروطه ان انت شغلك بيتم مع الكلاينت جوه الويب سايت، يبقى لازم تكمل بنفس الطريقه. لو انت بقى عاوز تجيب زبون بتاعك لوحدك، يبقى اعمل براندنج لنفسك. تمام. يبقى انت تعمل بقى لنفسك فيسبوك بيج، تعمل لنفسك يوتيوب شانل. طيب بص انا هنقل على الباقه. انا نقلت على الباقه كده، شغال كويس. هلو، كده احسن. انا رجعت، انتوا معايا ولا ايه اللي حصل؟ مش عارف، حد سمعني؟ حد سمعني على اللايف ده ولا هو فصل؟ انا مش عارفه ايه اللي حصل اصلا. هلو.